دراري غنشوفوا في هذا الفيديو بشكل سريع الترتيب الجديد للمنتخب المغربي بعد اجراء المباراتين الوديتين الاخيرتين. قبل ما تكملوا الفيديو بالزر بحث واحد اللايك وكمل الفيديو. نرجعوا للموضوع ديالنا. المنتخب المغربي خاض مباراتين، الاولى امام تونس ربحها ب2-0، والثانيه امام البنين ربحها ب1-0، وفي المجمل ربح 4.52 نقطه، واصبح رصيده هو 1698.76 نقطه، متقدما رتبه واحده، حيث بات يحتل الصف ال11 تاركا وراءه منتخبات كبيرة كألمانيا اللي خسرت 21 نقطة من اللي خسرت أمام البرتغال في نصف الأمم الأوروبية، وزاد خسر مرة أخرى مباراة الترتيب أمام فرنسا. المنتخب المغربي أصبح قريبا جدا من المركز العاشر ديال إيطاليا اللي خسرت بدورها 15 نقطة بخسارتها أمام النرويج، ودابا الهدف هو الوصول للمركز التاسع قبل إجراء قرعة كأس العالم 2026 ما تم شهر شتنبر القادم إن شاء الله. كل التوفيق للمنتخب الوطني المغربي، تحياتي لكم.